لأن معايا تليفون مهم جدا من الكابتن هادي خشبة المنسق العام للجنة الكرة حاليا بالنادي الأهلي. كابتن هادي أهلا وسهلا بحضرتك ومنورنا في كرة النهارده. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. انا بس احب يعني اراجعك في الكلام اللي انت بتقوله. اتفضل. لان انا مش المنسق العام لكرة القدم. اتفضل. والمعلومه اللي انت قلتها معلومه خاطئه، يعني بحب اصححها لك. بس أنا عايز أقول لحضرتك إن كل مواقع الإنترنت النهارده بتتكلم عن إن حضرتك توليت المنصب، فمهم جدا إن حضرتك تخش معانا وتدخل معانا على الهاتف علشان توضح الامور. فيا ريت بس حضرتك تقول لنا دلوقتي المنصب اللي حضرتك موجود فيه او ايه اللي حصل بالظبط وليه تم تداول هذه الشائعات. يعني بطبيعه الحال بيبقى اجتهادات صحفيه. لكن هو الحقيقه الموضوع انت عارف خد وقت سريع جدا. احنا قدمنا استقالتنا كجهاز والاستقاله قبلت وما كانش في اي ترتيب بعد كده لاي حاجه. بس لوضوح الامر عند الساده الاعلاميين والجمهور ان في جهاز فني جديد. الجهاز الفني ده احنا بندعمه تماما، كابتن زيزو وكابتن سيد عبد الحفيظ، وان شاء الله وجهاز المعاون الفني معاهم ان شاء الله يأدوا باذن الله بشكل جيد في الفتره القادمه، واحنا عندنا ثقه فيهم وان شاء الله هم كفاءات عاليه جدا. وان شاء الله يعني الفتره القادمه نحقق ان شاء الله المنحنى الصعود بتاع الفريق يكون على ايديهم باذن الله، ويكون الفتره بتاعتهم مش ليناير باذن الله، يحققوا ان شاء الله شكل كويس في الفريق وان شاء الله يستمروا لنهايه الموسم ومواسم قادمه ان شاء الله، واحنا دايما بنساندهم وعندنا ثقه فيهم يعني. كابتن هادي وحضرتك معانا، الحقيقه مهم جدا ان احنا نتساءل او نسال حضرتك عن الفتره السابقه ونسال عن الجهاز الفني السابق للنادي الاهلي بقياده الكابتن حسام البدري، وعايزين نعرف نطمن منك على معنوياته ومعنوياتك واللي حصل في الفتره الاخيره واسباب الاستقاله من وجهه نظر حضرتك. لا، هو الموضوع بدون دخول في تفاصيل بشكل عام، هو طبعا كابتن حسام كان عليه ضغوط كبيره جدا في المرحله الماضيه سواء من الاعلام او من الجمهور. والحقيقه هو الراجل حب ان هو يحتفظ بعلاقاته الجيده جدا مع الجمهور، وان هو طول عمره بيدي النادي الاهلي وطول عمره يعني راجل بيشتغل بضمير جوه الفريق. فبالتالي لو الجمهور حس ان في يعني هو حس ان في مشكله مع الجمهور او مع الاعلام بشكل او باخر في فتره من الفترات، فهو حب ان هو يبعد على اساس ان ما يبقاش فيه الازمه يعني تكبر اكتر من كده. وفي نفس الوقت هو بيحب جمهور النادي الاهلي وعايز يحافظ على العلاقه دي، فبالتالي مش عايز يسبب اي ازمه بينه وبين الجمهور، فاتخذ هذا القرار بالاستقاله. وبالتبعيه احنا كجهاز فني وانا كمدير كوره بنرفع الحرج عن لجنه الكوره وفي اتخاذ ما يشاءون من قرارات، فبالتالي احنا تقدمنا باستقالات، والاستقالات دي احنا يعني متاكدين ان هو ده القرار الصحيح في المرحله دي، ولجنه الكره تتخذ ما تشاء من قرارات. وفعلا لجنه الكره قبلت هذه الاستقالات وجابت جهاز فني كلنا ان شاء الله، جهاز فني مصري مميز جدا. سيد عبد الحفيظ شخصيه جميله جدا وراجل متميز جدا، كابتن زيزو خبرات فنيه عاليه جدا، ان شاء الله كلنا بنساندهم في المرحله القادمه. واهم حاجه النادي الاهلي يبقى دايما في الصداره وفي اعلى مرتبه، بغض النظر مين المكلف في ذلك الوقت او في المرحله دي بالمسؤوليه، لكن احنا كلنا النادي الاهلي ده بيتنا، والنادي الاهلي ده مسؤول مننا كلنا، فبالتالي احنا بندعم سواء داخل النادي او خارج النادي. كابتن هادي، عايز اعرف من حضرتك، يمكن ابتدينا الحلقه النهارده بتقرير شكر للكابتن حسام البدري وللجهاز الفني بالكامل في النادي الاهلي. سؤالي لحضرتك، هل انتم متضايقين، حاسين ان انتم ما كنتش تستحقوا هذه الهجمه الشرسه من وسائل الاعلام والكلام اللي قيل بعد استقاله الكابتن حسام البدري، ولا انتم فاصلين الامور بالنسبه لكم عادي جدا وما فيش عندكم اي مشاكل في الاول وفي الاخر انتم من ابناء النادي الاهلي؟ لا طبعا هو في فرق ان انت احنا كعلاقتنا بالنادي الاهلي على اكمل وجه وكعلاقات شخصيه بيننا وبين الادارات في النادي الاهلي وبيننا وبين لجنه الكوره على اكمل وجه، وبيتم التنسيق والترتيب في كل الامور سواء الصغيره او الكبيره، فاحنا ما عندناش اي مشكله في هذا الصدد. ولكن هو
كانت بعض الانفعالات من الجمهور او من الاعلام. نظرا للاعلام طبعا عارف وسائل الاعلام دلوقتي كترت جدا وبقت مسموعه مرئيه ومقروءه بشكل مبالغ فيه، فبالتالي بيبقى في اجتهادات زي الخبر اللي انت قلته، في اجتهادات صحفيه كتير جدا، فبالتالي كانت بتاثر بشكل او باخر على الفريق، بتاثر بشكل او اخر على مستوى الفريق. ممكن يكون مستوى الفريق كان في منحنى هبوط في الفتره اللي فاتت، وده شيء طبيعي في كره القدم، اي فرقه بتتعرض لهذا المنحنى، ولكن احنا خسرنا مباراه واحده في الدوري العام وما خسرناش بطوله. وقدامنا طبعا فتره كبيره جدا ان احنا نقدر نحقق البطوله وما عندناش اي مشكله خالص. والحمد لله الجهاز اللي فات ده حقق بطولات مع النادي الاهلي ووصل لنهائيات افريقيا وحصل على الدوري وسوبر ونهائي كاس مصر، وبالتالي طلع لعيبه صاعدين اسمائهم بقت دلوقتي موجوده على الساحه الرياضيه. صحيح. وقدم لاعبين للمنتخب المصري سواء على المستوى الاولمبي او الفريق الاول، فبالتالي الجهاز اشتغل بضمير واشتغل باخلاقيات النادي الاهلي وبمبادئ النادي الاهلي وتطبيق لوائح ونظم داخل الفريق. فبالتالي احنا الحمد لله راضيين عن الفتره اللي احنا اشتغلنا فيها، ولكن المرحله اللي جايه احنا شفنا كجهاز ان الفتره اللي جايه محتاجه لدماء جديده للفريق عشان منحنى الهبوط اللي كان موجود ممكن يبقى في دوافع جديده عند اللعيبه، وده طبيعه الحال. مفيش حاجه بتبقى على وضعها الا بشخصيات جديده وبدماء جديده داخل اي فريق رياضي. البعض بيتحدث عن ان هناك مؤامره هي التي اجبرت الكابتن حسام البدري على الاستقاله. رد حضرتك ايه من مجموعه اللاعبين الكبار في الفريق؟ رد حضرتك ايه وانت من المقربين جدا للاعبين وانا اعلم ذلك جيدا؟ الكلام ده طبعا غير صحيح على الاطلاق، لان لعيبه النادي الاهلي لعيبه محترمه ولاعيبه بتقدر النادي بتاعها، ولاعيبه علاقتها الحمد لله مع الجهاز الفني وعلاقتنا كمدير كوره معاهم وكابتن حسام كمدير فني في الفتره في خلال السنه ونص كانت علاقه متميزه جدا في كل النواحي. لو في لعيب بيبقى بيخرج عن النص في بعض الاحوال، لكن في خطوط حمراء ما حدش يقدر يتخطاها، لان بيحكمنا مبادئ وقيم النادي الاهلي ولوائح النادي الاهلي. فبالتالي بالعكس كان لعيبه محترمه جدا، وعمرنا ما شفنا في النادي الاهلي ان في لعيبه تتآمر على مدير فني وتتآمر على جهاز فني. الكلام ده ما بيحصلش جوه النادي الاهلي، وبرده ده من ضمن الاجتهادات الصحفيه اللي موجوده. وحقيقه انا عنيد جدا وانا مدير كوره حقيقه من الاجتهادات اللي كانت بتطلع كل يوم، اطلع عن في خبر كل يوم، اطلع عن في 10 اخبار. بالتالي مش هنعرف، ما كناش عارفين يعني، دايما نشتغل لا اما نطلع نشتغل في الاعلام ننفي الاخبار. الكلام ده غير وارد تماما على الاطلاق. لعيبه النادي الاهلي محترمه، جهاز فني سابق محترم وجهاز فني جديد محترم. ان شاء الله منظومه النادي الاهلي هتفضل مستمره يعني باولادها باذن الله. هل كنتم مستائين من تصريح الكابتن محمد ابو تريكه؟ والبعض او الغالبيه العظمى الحقيقه من النقاد الرياضيين حملوا ابو تريكه جزء كبير جدا من استقاله الكابتن حسام البدري، وقال انه كده كشف للناس عن ان هناك مشاكل بين الجهاز الفني للنادي الاهلي وبين اللاعبين. يعني من الناحيه العقليه والمنطقيه مش ممكن مدير فني يسيب فرقه قدر تصريح لاعب مهما كان قدر اللاعب ده وحجمه. لكن على كل الاحوال محمد ابو تريكه شخصيه محترمه وشخصيه مهذبه، واذا كان قال حاجه هو فسر كلامه بشكل اول بشكل غير منضبط. لكن هو ابو تريكه لما بيمدح مدرب اخر معنى كده ان هو ما بيذمش في المدرب الحالي. كلام برضه ده اجتهادات ويفسر كلام ابو تريكه لعده امور. لكن ابو تريكه جه قعد مع كابتن حسام بعد ما طلع الكلام ده في الصحف وفي مواقع الانترنت، قعد مع كابتن حسام ووضح له الحقيقه وان هو قال بالظبط كذا كذا كذا. وكابتن حسام قال له انا عندي ثقه فيك يا ابو تريكه ان انت عمرك ما هتغلط في الجهاز الحالي او فيا كشخصيا. والعلاقه بين كابتن حسام وابو تريكه علاقه حميده وعلاقه جميله من بدايه العمل حتى الان، حتى بعد ما كابتن حسام استقال. فبالتالي اي تفخيم لموضوع بسيط للاسف ده يعني انا اخشى على الجهاز الفني الحالي من نفس المشاكل اللي احنا تعرضنا ليها من كل الكلام اللي بيتقال
ده قال كلمه، ده هرش هرشه. طب ما احنا ممكن نعمل حاجه لطيفه جدا يا كابتن هادي، والحقيقه ما اعرفش، هو مجرد اقتراح الحقيقه. طب ما يبقى في متحدث رسمي مسؤول بقى في النادي الاهلي يرد على هذه التصريحات، علشان يجنب الجهاز الفني ويجنب مدير الكره ويجنب اللاعبين اي كلام يكون خارج، اي كلام يكون غير صحيح. عندنا مركز اعلامي موجود فيه مدير مركز اعلامي استاذ جمال جبر، هو يعني اللي بيرد عننا كاجهزه في بعض المواقف. احنا بنبلغ المركز الاعلامي، وهو المركز الاعلامي بيبلغ الناس كلها، سواء احنا بنأكد خبر، بننفي خبر، بندي معلومه جديده من خلال المركز الاعلامي. اخر سؤال، ومعلش انا طولت على حضرتك، لكن انت قيمه كبيره زي ما حضرتك ما عارف يا كابتن هادي. يعني هل تفاجأت باستقاله الكابتن حسام البدري في غرفه الملابس، ولا يعني كان في تمهيد كنت عارف الامور؟ لا، انا شخصيا عشان قريب من الكابتن حسام، انا عارف ان هو كان بيعاني من فتره ليست بالقليله، ان هو فعلا حاسس ان هو مضغوط جدا، وانا كنت عشان قريب منه جدا وعارف ان الراجل ده فعلا شغال بضمير وهمه مصلحه النادي الاهلي وبينكر ذاته في كل المواقف. فحاسس ان هو كان مضغوط ضغطه شديده جدا، ولكن كنت يعني في كلام بيني وبينه في فترات كبيره جدا ان احنا نحاول نركز في شغلنا بس، وما نهتمش بكل الحاجات الخارجيه. ولكن طبعا الضغوط كترت قوي عليه، وهو شاف ان المرحله دي تستوجب لمصلحه الفريق، تستوجب ان الجهاز ما يبقاش موجود، وخد هو القرار ده يعني. كابتن هادي خشبة المدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على التوضيحات المهمة بل والمهمة جدا. خلينا أقول لحضراتكم بس تلخيص سريع لمكالمة الكابتن هادي خشبة. هو الحقيقة كان الدخول بناء على طلبه، والمداخلة كانت بناء على طلبه، لأن في أخبار تداولتها بعض مواقع الإنترنت، يمكن إحنا ابتدينا بالحديث عنها، عن أن الكابتن هادي خشبة تولى منصب منسق العام للجنة الكرة. هو طلع معانا ونفى الكلام ده تماما، وقال أنه غير صحيح بالمرة، وأنه هو دلوقتي أصبح مدير كرة سابق بالنادي الأهلي، وبيكن كل الحب كل التقدير للجهاز الفني الحالي، وبيدعمه بشكل قوي جدا، وسعيد بوجود الكابتن سيد عبد الحفيظ كمدير للكرة. دي واحدة. الثانية، أنا سألته الحقيقة على هل هناك مؤامرة ولا لا من بعض اللاعبين، نفى الموضوع ده تماما، وقال ان كل لاعيبه النادي الاهلي لعيبه محترمه، واللاعب اللي كان بيخرج عن الاطار طبعا في لوائح وفي قوانين منظمه، وان ما كانش في اي نوع من انواع المؤامرات للاطاحه بالكابتن حسام البدري. هل من الممكن ان يكون الكابتن هادي خشبة اتفاجئ من استقالة الكابتن حسام البدري عقب مباراة الاسماعيلي؟ قال لي لا الحقيقة، لان انا كنت متعايش جدا مع الراجل وقريب جدا مع الراجل، وعارف انه وصل لحالة كبيرة جدا من الاستياء، والامور بقت صعبة عليه جدا. كمان الكابتن هادي قال انه يعني متضايق بسبب الكلام الكتير اللي بتتناوله وسائل الاعلام عن النادي الاهلي، وده يمكن عمل لهم مشاكل كتيرة جدا في الفترة الاخيرة لما كان مدير كرة بالنادي الاهلي. ابو تريكه وتصريحات ابو تريكه، ودي عايزين نقف عندها شويه، لان ناس كتيره حملت ابو تريكه